حادية عشر بتوقيت الاهلي، بس انت قول ان شاء الله. طبعا اي مشجع في العالم هيشوف نتيجة مباراة الذهاب بين الاهلي والوداد هيقول لك طبعا 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 الوداد ضمن البطولة والاهلي فرصته بقت صعبة شوية، ان ما كانتش مستحيلة يا راجل. وده عادي على فكرة، ده عادي لاي مشجع في العالم. ولكن بقى عايز اقول لك تبقى غلبان وغلبان قوي كمان لو ما تعرفش الاهلي يا باشا مصر العادي بالنسبه له سهل، والمستحيل عادي واقل من العادي كمان. الليله يا ابطال ليله الحسم، ليله الكبار، لا تثبت ان انت تستحق تلبس التيشيرت لا اما هنقول لك كلنا باي. ايوه باي. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحه وسعاده. اهلا بكل اهلاوي من اي مكان هنا عندنا في التالتة شمال. لو انت يا صاحبي اهلاوي انزل تحت بسرعه اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. اما بقى حضرتك لو بتاع بليله اوعى اياك تتعب نفسك خالص، ما تعملش اي حاجه. شرفتنا يا باشا وانستنا، اتفضل اطلع بره. وعلى بركه الله نبدا ليله الحسم، ليله الكبار، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. من المفترض النهارده اننا نتكلم في ان ازاي الاهلي يعرف يتعامل مع الوداد هناك في المغرب، وده هيحصل طبعا. ولكن في الاول بس عايزين نتكلم عن شبهه الفساد، وان يعني عمنا فوزي لقجع ممكن يخدم الوداد. ده مش ممكن، ده اكيد هيخدم الوداد ويكسبهم البطوله. هل الكلام ده انا جايبه من عندي خالص يا باشا؟ ابسولوتلي الكلام ده هو بالظبط تيبيكال اللي حصل السنه اللي فاتت. بمعنى هل فوزي لقجع يقدر ان هو يهدي البطوله للوداد؟ طبعا يا باشا يقدر، هو ده سؤال. طيب حلو جدا، ايه بقى اللي في ايدينا احنا ممكن نعمله علشان نمنع عمنا فوزي ان هو يعمل كده؟ عايز اقول لك ولا اي حاجه يا باشا مصر، ولا نقدر نعمل اي حاجه. يبقى ايه لازمته بقى الهري وكتر الكلام في الحوار ده؟ ملوش لازمه، نركن الكلام ده على جنب خالص. رجاله الاهلي ان شاء الله قدها، نركز احنا بس واحنا نحرج يا باشا اي حد مش عايز البطوله دي تبقى في الجزيره. بطوله افريقيا ال11 بالنسبه للنادي الاهلي الى الان في ايدينا ونقدر نحققها، الا اذا اولا لعبتنا اتخاذلت شويه، ثم بقى اي حاجه تانية. المهم ان في المقام الاول لعبتنا، ثم الكوتش الكبير مستر كولر. عمنا كولر من كتر الكلام اللي بقى بيحصل عن التحكيم وعن الفساد في افريقيا، وبصراحه من اللي هو شافه في مباراه الذهاب، خلى بصراحه الراجل قلقان ومش مطمن خالص بخصوص التحكيم ده. ولكن عايزين نقول له يا كوتش اعمل اللي عليك واحنا والله هنكون راضيين. ازاي بقى يا باشا مصر نتعامل مع الوداد بكره ان شاء الله باذن الله؟ اسمع يا سيدي، خلينا متفقين يا صاحبي ان فريق الوداد فريق رخم جدا 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 دفاعيا، وعلى ارضه وسط جمهوره بيبقى بصراحه حاجه تخنق. وبامانه ربنا معاهم كوتش عالي، كوتش قدر في مباراه الذهاب يخاطر يا باشا ويقول لك يلا بينا، لا اما اعدل النتيجه دي واخليها في صالحي اروح هناك على ارضي اكون مستريح، لا اما تخرب خالص. يعني يا صاحبي المدرب بتاعهم ده مدرب جريء عنده قلب ميت. ضيف بقى على الكلام ده ان فريق الوداد بيعرف يلعب نهائيات كويس جدا، وكمان اسلحتهم الهجوميه كويسه جدا، بدليل الهدف اللي سجلوه فيك على ارضك. اي نعم الهدف ده فيه شويه تفاصيل تخصك انت، ولكن في الاول وفي الاخر هم قدروا. حلو كده، اتفقنا على كل ده، جميل جدا. نيجي بقى يا صاحبي لنادي القرن، النادي الاهلي. تفتكر يا ابو الصحاب هل كان ممكن الاهلي ما يتسجلش فيه اهداف هنا في القاهره؟ بالطبع كان ممكن جدا. وعلشان نعرف ازاي نتعامل مع الوداد هناك في المغرب لازم وحتما ولابد نبدا من الهدف اللي كان هنا في القاهره. الاهلي يا باشا مصر هنا في القاهره كان ماشي بشكل كويس جدا الى ان غاب التركيز، وكمان البدن وقع شويه، ده وقع خالص يا صاحبي. وكمان غاب الكوتش بتاعك وتاخر شويه في التبديلات. بمعنى لازم هناك في المغرب تكون بكامل تركيزك. تنفيذ تعليمات كولر او تنفيذ تعليمات الكوتش لازم تكون باعلى درجه من الدقه. مهما طال زمن المباراه او اطمنا قوي للماتش لازم نحافظ على تركيزنا. خلي بالك المباراه هتبدا هناك في المغرب بنتيجه لصالحنا احنا 0-0، مبروك علينا الكاس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم اللي محتاجين يسجلوا مش انت خالص. لازم تكون محافظ على هدوءك وتركيزك. ولو حافظت يا صاحبي على هدوءك وتركيزك هتقدر ان شاء الله ان انت تسبقهم وتسجل انت هدف الاول، وبكده نحطهم تحت ضغط ونبقى مبروك عن الكاس يا رجاله. نيجي بقى للتشكيل الامثل من وجهه نظري انا المتواضعه جدا 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 في مباراه بكره ان شاء الله. اولا الشناوي في حراس المرمى، ايوه الشناوي مش مصطفى شوبير. في قلب الدفاع بقى عبد المنعم وياسر ابراهيم، وظهير ايسر علي معلول، ايوه علي معلول اقسم بالله، وظهير ايمن محمد هاني. وفي نص الملعب بقى يا صاحبي مروان عطيه واليو ديانج، وقدامهم حمدي فتحي. والثلاثي الهجومي الشحات وبيرسي تاو
وكهرباء. ايه يا احمد التشكيل ده؟ هو ده يا باشا التشكيل الامثل من وجهة نظري، وبكره ان شاء الله في المباراة هنشوف ونحكم. انا عايز بس من كل اهلاوي يرفع ايديه كده للسما ويقول يا رب يا عالي انصر الاهلي الغالي ان شاء الله بتاعتنا يا رجالة، بس انتوا قولوا يا رب. سلام.